ده طيب في النهاية احنا طبعا كلنا يعني يمتلكون الحزن على ما يحدث في فلسطين. كلنا الشعب المصري كله بقيادته السياسية حكومة وشعبا، شيخ الأزهر، سيد معالي وزير الأوقاف، صحيح. كلنا نعتصر ألما على ما يحدث في قطاع غزة، في قطاع غزة أو في فلسطين. الله سبحانه وتعالى يقول، يعني أنا يعني لن أذهب إلى مكان بعيد، ولكن أبشر المسلمين وأبشر اليهود أيضا بما قاله الله سبحانه وتعالى بدون الخروج على النص. يقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أبشر أيها المسلم أن اليهود إلى زوال، نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين لا محالة على اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر وينادي الحجر والشجر على المسلم ويقول يا مسلم خلفي كافر أو يهودي تعالى فاقتله. فأبشروا أيها المسلمون فإن دولة إسرائيل إلى زوال، وكل من حلفه ومن تبعهم إلى زوال، وإن شاء الله النصر والاعتلاء للدين وللإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.